قد يتبادر إلى ذهن المستمع العراقي أن معركة الموصل طالت. نعم، معركة الموصل الذين تحدثوا بتفاؤل عنها وإنها ستنتهي خلال أيام، هؤلاء متوهمون، وكان مبني نظريتهم على أن داعش حسب الاتفاق مع بعض البعثيين أنه راح يتفقون مع بعثي 3 بعثيين ويحاولون ينسحبون داعش ويسلمون المدينة إلى الجيش العراقي. نحن كنا نتوقع منذ الأيام الأولى أن المعركة ستطول وأن داعش سيقاوم، وخصوصا كان لدينا خشية، وهذه الخشية تحققت، أن داعش استخدمت المدنيين كدروع بشرية. لذلك اليوم أنا أسجل شكري وتقديري واحترامي إلى الجيش العراقي، إلى الشرطة الاتحادية، إلى مكافحة الإرهاب، إلى طيران الجيش، إلى القوة الجوية، وإلى الأبطال الحشد الشعبي الذين ساهموا مساهمة كبيرة في عمليات الموصل، وقطعنا شوطا كبيرا في معركة الموصل، وإن شاء الله ستستمر المعركة. ورغم أن المعركة أشابها الكثير من الوضع السياسي والخطة العسكرية، أثرت عليها التدخلات السياسية والمهاترات السياسية، رغم كل ذلك العملية تتقدم. نعم، إذا كان البعض يعتقد أن المعركة تطول، نعم المعركة تطول وتحتاج إلى زمن وتحتاج إلى صبر، ولكن النصر آتي إن شاء الله مهما طال الزمن. والأبطال في الأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب ماضون في تحقيق النصر النهائي على داعش في محافظة نينوى إن شاء الله. السياسيين الداعشيين مع الأسف دائما منزعجين من كل شيء، منزعجين إذا انتصرنا في ديالى، منزعجين إذا انتصرنا في الرمادي، منزعجين إذا انتصرنا في صلاح الدين، منزعجين اليوم من انتصارنا في نينوى. هؤلاء هم غطاء ومدافعين حقيقيين عن داعش. هؤلاء نقول لهم داعش أصبحت في خبر كان، ستنتهي وينتهي كل من يدافع عنها، ويبقى الشعب العراقي يحتز بمواقف الأبطال الذين وقفوا معه ودافعوا عن محنته وعن مشاكله.